ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هقدم معاكي وصفة حلوة جدا. هنعمل معجنات مع بعض. هنعمل معجنات خلية النحل، حاجة كده حلوة يا بنات. والنهارده انا هعملها كلها بحشو الجبن. حلوة جدا يا بنات، هتنفعك في الفطار او لو في العشاء، وكمان في اللانش بوكس والحوارات دي. زي ما انتوا شايفين يا بنات المقادير معايا. ربع كوباية من الزيت وبيضاية واحدة، هاخد منها بياض البيض، ومعلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين من السكر. دوبت الخميرة مع السكر في نص كوباية مية. تمام كده يا بنات. هركنها طبعا على جنب في حدود 10 دقايق، وهكون مجهزة الدقيق بتاعي 3 كوبايات من الدقيق او نص كيلو من الدقيق. هو ده 3 كوبايات من الدقيق بالكوب المعياري. وحطيت عليهم معلقتين لبن بودرة، وحطيت كمان معلقة من البيكنج باودر ورشة الملح، وهقلب كده ده مع بعضه. وهتكون طبعا الخميرة اتفعلت معايا، انا عارفة ان هي كويسة فمش لازم استنى يعني. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، حطيت الفانيليا مع الخميرة، وهحط كمان الزيت، ربع كوباية الزيت. بس مش هحط الزيت كله، هخلي كده معلقة او معلقتين في الاخر الم بيهم العجين. وهحط بقى بياض البيضة يا بنات بتدي للمعجنات هشاشة وطراوة كده حلوة جدا. وفي نفس الوقت انا عايزة ادهن المعجنات، هدهن وشها طبعا بصفار البيض. فاللي هو حطيت البياض في العجينة والصفار علشان ادهن بيه الوش. ممكن طبعا تستغني عنه، ممكن تستغني عن البيضة وتعجني بس بلبن، تعجني بلبن او تحطي اللبن البودرة مع الدقيق وتعجني بمية، وتحطي كوباية مثلا من الزبادي. لو انتي حابة تستغني عن البيضة حطي مكانها كوباية علبة زبادي. العلبة اللي هي الصغيرة دي يا بنات حطي مكانها علبة زبادي. تمام كده يا بنات. انا بقى حطيت الخليط بتاع الخميرة اللي احنا عملناه في الاول، وبعدين بقى هزود المية شوية بشوية وهعجن لحد ما العجينة تكون معاكي ملمومة بس طرية في نفس الوقت، عجينة مفتوحة وكمان بتلزق بسيط في ايدك. انا كده اللي هو حطيت اول كوب من المية، هيلم معايا العجينة بس طبعا هيلم الدقيق والكلام ده، انما مش هيعجنها كويس. فهبدأ بقى ازود ربع كوب بربع كوب لحد ما اوصل للقوام اللي قلتلك عليه، اللي هي عجينة مفتوحة وتكون خلعة من الرخامة او خلعة من العجان، وطبعا بتلزق بسيط كده في ايدك. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، جبت ربع كوباية تاني من المية، وبعدين عجنت فيها كده، وبعدين بقى هبدأ انزلها على الرخامة. وهنبدأ بقى العجن بتاعنا اللي انتوا عارفينه معايا وانا بعمل المعجنات. هنبدأ بقى رايح جاي في العجينة كده وندعك فيها كويس جدا علشان تكون معاكي مخدومة كويس جدا وتطلع هشة. حطيت يا بنات بقية ربع الكوباية في طبق كده علشان اخد منها بايدي، او تكون سهلة ان انا اخد منها يعني. شايفين يا بنات دي طريقة العجن. كل شوية هتعجني كده وبعدين تزودي معلقة من المية وتعجني، وبعدين طبعا العجين هيتشرب المعلقة دي وهتعجني كمان. انت هتحسي بقوام العجين تحت ايدك اختلف، بعد ما هو كده تحسيه متكتل او مش ناعم معاكي. كل ما هتزودي المية وتعجني هتلاقي العجينة اتفتحت معاكي وتحولت لعجينة مفتوحة وطرية وناعمة تحت ايدك. يلا لو وصلتوا معايا لحد هنا اعملي لي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها.
خليكم، انا مش هحاول ان انا ما اتكلمش كتير في حتة العجين دي علشان تلاحظي تلاحظي يعني تلاحظي مراحل العجين. يلا حطوا لايك يا بنات للعجين والفرهضة، يعني الصراحة حاجة متعبة جدا. شايفين يا بنات انا طبعا مسرعة الفيديو، مسرعة الفيديو، بس يعني نفس الشكل ده انت اللي بتعمليه، خصوصا الخبطة دي يا بنات بتاعت العجين بتخلي العجين حلو جدا ومفتوح وناعم معاكي. احنا ليه يا بنات بنعجن العجين كتير؟ علشان يكون ناعم معاكي، المخبوزات تطلع خفيفة وتطلع هشة، لو قعدت معاكي لتاني يوم او تالت يوم تفضل طرية، ما تفرولش معاكي وتكون مكتومة كده. شايفين يا بنات؟ المهم يا بنات ان هي انا خلصت اول ربع كوباية وجبت كمان ربع كوباية، وبقيت باخد منها كده، بقيت بنغز العجين كده بايدي. هتيجي المرحلة دي وهتشوفيها، يعني ما بقيتش بحط شوية من المية، لا بقيت ابل صوابعي كده من بالمية، واروح ايه منكتة كده او منغزة العجين كده بالمية لحد ايه وتعجني، يعني تعملي كده وتعجني. لان هي العجينه كده اتعجنت كويس وكل حاجه، بس محتاجه اللي هي ايه معلقه ميه معلقتين. عايزه اقولك ان هي خدت نص، يعني نص ربع الكوبايه. يعني انا بعد ما حطيت ربع الكوبايه الاولانيه يا بنات جبت ربع كوبايه ميه كمان جنبي، وبقيت اعمل الحركه دي. خدت نص الربع، يعني يعتبر معلقتين بالظبط، معلقتين كبار في حدود 30 جرام. شايفين يا بنات؟ تعملي الحركة دي وتضربي كده العجين على الرخامة. ايوه هي دي اللي بتفرد العجين وبتخليه ناعم وحلو جدا معاكي. شايفين يا بنات؟ انا بايدي بس على الكام نغيزة دي انا عملت الحركة دي 3 مرات، خدوا في حدود معلقتين. يعني ال3 كوبايات من الدقيق خدوا كوباية وربع، وكمان معلقتين من المية او 3 من المية فوق الكوباية وربع. كده العجينة اتخدمت واتعجنت كويس جدا. وفي الاخر بقى هتحطي معلقتين الزيت اللي احنا مخلينهم من الربع كوباية، اللي مخلينهم من المقادير من الاول، وتعجني بقى. هتلاحظي ان العجينة اتقطعت معاكي وعملت كده من بعضها. ما فيش اي مشكلة، تكملي عجن وايه هتنعم معاكي وهتكون حلوة جدا. معلقتين الزيت دول يا بنات ممكن يكونوا معلقة زبدة، بتدي ريحة للعجين حلوة جدا في الاخر لو انتي استبدلتي معلقتين الزيت دول مثلا بمعلقة من الزبدة. كده احنا يا بنات خلصنا. هنجيب طبعا ايه البولة بتاعتنا وهندهنها زيت، وهندهن كمان وش العجين زيت، وهنسيبه يختمر. ان شاء الله الوصفة تعجبك، بفكرك باللايك واعملي لي لايك. شايفين العجينة ناعمة جدا ومفتوحة وبتمط كده معاكي زي الاستك، حاجة كده روعة. لو عندك طبعا عجان بنفس الخطوات انزلي بالمية بالتدريج لحد ما العجينة تكون مفتوحة كده معاكي زي ما انت شفتي. شايفين يا بنات؟ بتمط معاكي زي الاستك وناعمة وفي نفس الوقت بتلزق في ايدك بسيط. نيجي بقى يا بنات نعمل الحشو اللي احنا هنستخدمه. انا هحشيها كلها جبن، عندي شوية كده من الجبنة الرومي ناشفين، هفرمهم في الكبة، وهفرم معاهم زيتون اسود زي ما انت شايفة كده، هفرمه صغير. وعندي كمان جبنة بيضة، عندي جبنة بيضة بس بطعم الجبنة الرومي، يعني طعمها طعم الجبنة الرومي. هحط معاها كمان زعتر، هحط معاها زعتر، يعني هفضي كده معلقتين او 3 في الطبق، وهحط معاها زعتر وههرسهم كده مع بعض. وعندي كم مكعب كده من الجبنة النستون، هي دي جبنة بيضة
او جبنة فيتا بس طعمها طعم الجبنة الرومي. جبت زعتر فريش يا بنات، سواء زعتر فريش او زعتر ناشف، وهتفضي كده شوية من ورق الزعتر على الجبنة، بتكون تحفة يا بنات وكان طعمها حلو جدا الزعتر. طب انا ما عنديش كل الحشوات دي، هتتبدليها بجبنة فيتا عادية مع مثلا بقدونس او مع زيتون اسود، او جبنة سادة، يعني جبنة فيتا كده قطع من الجبنة من غير اي حاجة. هنا بقولك الشجرة شجرة حبنا. الاولاد طبعا في المدرسة وانا واقفة براحتي من غير زعيق ومن غير خناق، فحاجة كده مريحة نفسيا يعني. شايفين يا بنات، حطيت شوية زعتر كمان على الجبنة الرومي، وحطيت شوية زعتر على الجبنة البيضة، طعمها تحفة بالزعتر. وهقطع الجبنة المثلثات هحطها في طبق، وهقطعها كمان. الحشو يا بنات ممكن يتغير زي ما قلتلك، لو انت ما عندكيش رومي، ما عندكيش نستون، عندك الجبنة الفيتا العادية البيضة، ممكن تحطيها سادة او تحطيها مع بقدونس وزيتون. لو ما عندكيش ده كله وعايزة ما تعملهاش بجبن، ممكن تعمليها يعني بحاجات مسكرة زي مثلا النوتيلا او المربى او ايه كمان، او حشو السكر مع القرفة والكاكاو، ده لو عايزاها مسكرة. هتيجي بقى يا بنات كده العجينة اختمرت، هنفش الخمر بتاع العجينة، وهتتهني الرخامة نقط كده بسيطة من الزيت، وهتروحي تقطعي العجين كده زي ما انت شايفة كله سوي واحد، زي الحركة اللي انا عملتها لك قبل كده وورتها لك في فيديوهات قبل كده. وهتسيبيها في حدود 10 دقايق بس الكور دي ترتاح. هنيجي بقى يا بنات نشكل العجين زي ما انت شفتي. هتمسكي كل واحدة وتفرديها كده بايدك، وتحطي الحشو اللي احنا عاملينه، وبعدين هتقفلي كده. شايفين يا بنات؟ وعلى الرخامة بس كده لفتين بس او لفة كمان بس كده، علشان بس الفتحة من تحت تتقفل معاكي وتكون يعني مقفولة كويس. على الرخامة بس كده، هي بس لفتين بس كده. حابة تعمليها على ايدك مفيش مشكلة. الصينية بتاعتنا طبعا مدهونة مادة دهنية، مدهونة فرشة كده من الزيت بسيط، وهنحطهم طبعا كلنا عارفين تشكيل المعجنات بتاعت خلية النحل. هنحطهم حوالين داير في الصينية بس يا بنات. انا مسرعة الفيديو جدا لانه كان طويل، فما عرفتش اقص منه، وعايزة اوريكم كل الخطوات. بصي هتبططيها كده على الرخامة، هتحطي الحشو بتاعك، وبعدين تقفلي كده زي ما انت شايفة كده بالظبط. حابة تعملي على الرخامة زي كده تمام، حابة تعمليها على ايدك مفيش مشكلة. وشكلت بقى حاجات عملتها جبنة رومي، بس حاجات عملتها جبنة مثلثات مع رومي، جبنة بيضة مع رومي، كلام كده يعني. بس خلطة الجبنة الرومي مع الزيتون حلوة جدا، وخلطة الجبنة البيضة مع الزعتر تحفة. هنسيبها بقى يا بنات بعد ما هترصيهم في الصينية، هتسيبيها تختمر لمدة نص ساعة. هتسيبيها يعني هتغطيها وتحطيها برضو في مكان دافي او جوه الميكروويف ممكن، بس من غير تشغيل، يعني انا قصدي مكان يعني ما يدخلوش هوا، وتغطيها وتسيبيها في حدود نص ساعة تختمر. بعد ما هتختمر يا بنات كده هتدهني وشها بالصفار البيضة. الصفار البيضة انا حطيت عليه بس نقطتين كده من الخل، وربع كده معلقة من النسكافيه. هتدهنيها طبعا وترشي سمسم او ترشي حبة البركة. ده كان لسه ما اختمرتش، خلي بالك انا في دهنتها الاول ورشيت السمسم وسبتها تختمر. الفرن طبعا سخن على درجة حرارة عالية، وحطيتها في الرف اللي في النص. ده الفرن بتاعي. طبعا الفرن كل واحد الفرن بتاعته بتختلف عن التاني، فانتي شوفي الفرن بتاعك بس اهم حاجة لازم المتابعة وقت التسوية، تدوريها بقى يمين شمال من جوه من بره علشان كلها تطلع تاخد لون واحد.
بعد ما طلعت يا بنات بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا كده شايفين شكلها، هتكون عندك سيرب خفيف او تدوبي كده معلقة من العسل في معلقتين من المية السخنة وتدهني بقى وشها، هتكون حلوة جدا زي ما انت شايفة كده. انا جبت معلقة من العسل الابيض وعلى معلقتين من المية السخنة ودوبتهم مع بعض ودهنت وشها زي ما انت شايفة كده. روعة يا بنات، تحفة، شايفين شكلها. غطيت الصينية بالفوطة 10 دقايق بس، كانت تطرى كده وزي ما انت شايفة كانت بالجمال والحلاوة دي. بسم الله ما شاء الله، روعة وحلوة جدا. هتنفع أولادك في العشاء مع كوباية شاي، وهتنفعهم كمان في اللانش بوكس أو الفطار. حاجة تحفة يا بنات وهشة جدا وقطنية زي ما انت شايفة كده. ده علشان عجنين العجينة كويس، فانتي ما تبخليش على العجين عشان المعجنات تطلع معاكي حلوة زي ما انت شايفة كده يا بنات. ودي اللي كانت بالجبنة والزعتر، تحفة يا بنات. يلا يا رب الوصفة النهاردة تعجبك وتقولي لي رأيك في الكومنتات، وجربيها ودعميني بلايك وكومنت وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة جديدة. ويا رب الوصفات اللي بقدمها تكون بتعجبك واقدر افيدك ولو بمعلومة بسيطة. باي باي.